صباح الفل، صباح العسل، صباح القهوه باللبن. كنت قاعده كده عامله كوبايه قهوه باللبن وبشربها، لقيت اختي بتتصل بيا وبتقول لي تعالي لي. فعلا ما كدبتش خبر، قمت طلعت عبايتي كده ورحت لابساها ورايحه لها. قلت لها خير يا اختي؟ قالت لي تعالي انا هوديكي مكان وهم ومن الاخر انتي عماله تلف عليه بقالك مده. قلت لها طيب ماشي يا اختي، كل سنه وانتم طيبين، انتوا كلكم عارفين طبعا العيد على الابواب. ودتني عند الراجل ده، والراجل ده حاجته عايزه اقول لكم فعلا كنز، يعني ده اكتشاف كنز. الكوارع اللي قدامكم دي، الكوارع الصغيره عامله 100 جنيه، الكبيره دي عامله 160 جنيه. فعلا الاسعار دي تحفه. ولحمه الراس عنده عامله 120 جنيه. اما الممبار البلدي الحلو البلدي فعلا عامل 80 جنيه، بس مش متنضف. بس عايزه اقولك فعلا بلدي وتحفه تحفه تحفه. ده انا جبته عشان اعمله في الايام العاديه دي، مش هستنى للعيد. اما الحاجات التانية شلناها للعيد. كل سنه وكلكم طيب. وهنا خلاص بقى طبعا كنا رجعنا البيت، وعايزه اقول لكم واحنا ماشيين في الشارع كمان وقفنا اشترينا المدلعه. هي جابت واحده وانا جبت واحده. المدلعه دي عايزه اقول لكم فعلا اسم على مسمى، مدلعه وهي مدلعه. عباره عن ايه؟ عباره عن طبقه مانجا وطبقه كريم شانتيه وطبقه كنافه وكمان طبقه بسبوسه. وعايزه اقول لكم كمان ان احيانا كتير المحل ده بيعمل عروض، وبيعمل عروض فعلا حلوه وجميله جدا. ودايما كمان المدلعه او كل حاجاته بتبقى صبحه زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لك انا ما استنيتش اصلا لما نتغدى، اول ما رجعت البيت كده رحت فتحاها واخده منها حته. عايزه اقول لك طعمها تحفه. وده اسم المكان وكمان العنوان وكمان ارقام تليفونات. وعايزه اقول لك كمان في اخر الفيديو اوعي تنسي تحطي لي اشتراك ولايك جميل.